عارف التليفون اللي في ايدك ده اللي عليه صورك وبياناتك والعابك فلوسك بس خاص وعليه تاني؟ النهارده مش هنحكي حكايه، احنا النهارده هنحكي عن شخص وايه شغل الدراما. عايزين نرجع لطبيعيات ننزل كده بالانترو. ازيك يا عزيزي، ايه الاخبار؟ النهارده هنحكي عن بافل دور مؤسس التليجرام، ودي الحلقه رقم 4 من سلسله حكاوي يورك. قبل ما نبدا ما تنساش لايك رايك وعزر الجرس عشان اي حاجه تنزل على الشانل المعاقه دي يوصلك بكل جديد. ويلا بينا. ما تنساش تنزل دلوقتي في الكومنت تقول لي عايز الحلقه الجايه تكون عن ايه. نرجع بالزمن لسنه 2006. بافل دورف ده ما كانش مجرد مبرر، ده عمل منصه اسمها فيكي. دي صورته، دي كانت عباره عن الفيسبوك بتاع روسيا، برنامج زي الفيسبوك بس تستخدمه كل الروسيين. الراجل بقى ملياردير وهو لسه شاب عايش عيشة الملوك، عقبالك وعقبالك يا حياة. في 2014 حصلت مظاهرات والمخابرات راحت لبافل وقالوا له بقول لك ايه كده، ما تدينا بيانات الناس اللي عامله قلق دي. اي حد تاني كان هيديلهم البيانات بتكون مفيش هزار معاه ما عدا الشخص المجنون ده. نزل ساعة صورة كلب لابس هودي وقال مستحيل، هو فعلا مجنون. طبعا الحكومة ما سمتوش، ضغطوا عليه وسحبوا منه الشركة بتاعته. قام باع حصته وحط فلوسه في جيبه وخد نيكولي وراح سافر على طول. طب مين نيكولي ده؟ ده كان عالم رياضيات عبقري، عمل نظام تشفير اسمه MTBROTO. ده باختصار كان نظام تشفير في سيرفرات كل الدول، بمعنى ان اي دولة محتاجة الداتا بتاعتك لازم تاخد الاذن من كل الدول. يعني حوار كده صعب جدا، مش عارف هياخدوا اصلا الداتا بتاعتك يعملوا بيها ايه. قول لي صح، عملت لايك وسبسكرايب ولا عامل نفسك عبيط لغايه دلوقتي؟ عامل نفسك. بينما في السنين اللي فاتت الواتس كان بيعاني من اني ابعت لك صوره 4K بحجم تقيل، وما زال لغايه دلوقتي بيعاني. التليجرام كان بيقول لك ابعت يا باشا براحتك، لو معاك نت والنت بزياده ابعت ما يهمكش. قنوات بتشيل ملايين وبتات بتعمل كل حاجه تتخيلها. بافل دول لف العالم، أخد جنسيات كتير واستقر في دبي عشان ما كانش فيها ضرايب ومفيش وجع دماغ. التليجرام ساعتها عدى 900 مليون تحميل. روسيا حاولت تقفله وفشلت، روسيا عندها كمية صبر رهيب يعني، والدول التانية حظرته والناس بقت بتشغله ببين. يعني انت كل الحلول موجود. وبافل من فترة قريبة نزل فرنسا وهوبا اتقبض عليه لما نزل مطار باريس، لأنه بيقولوا التليجرام عليه بلاوي ومفيش عليه رقابة. العالم كله اتقلب. ويليام ماسك ذات نفسه قال فري بابل. الراجل ده حرفيا ما بيدفع ضريبة انه رافض يدي مفاتيح السيرفرات للدول. يعني اللي هو خدوني وما تاخدوش مفاتيح السيرفرات. في النهاية تليجرام مش مجرد تطبيق شائع، ده موقع ضد احتكار الشركات الكبيرة لتفاصيل حياتك. بافلدورف ممكن تختلف او تتفق معاه، بس محدش يقدر ينكر انه عمل برنامج بيحترم خصوصية الناس. السؤال لك انت بقى دلوقتي، تفتكر تليجرام لغاية دلوقتي قادر يقاوم ولسه بيحمل رسائل، ولا هيجي يوم وبابل يستسلم ويديلهم المفاتيح؟ قول لي رأيك، ولو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ما تنساش برضو تنزل تقول لي عايز حاجة جديدة عن ايه. دلوقتي هيظهرك فيديو في اي حتة من الشاشة يجيب اقتراح عليك، خش شوفه.